ال50. أحمد وجيه موفد التلفزيون المصري. أحمد، حدثنا تفصيلا بشأن الإدارة المحلية ولماذا لم يتم النص على آلية اختيار المحافظين؟ بالفعل لم يتم النص على آلية لاختيار المحافظين، وترك الدستور للقانون ينظم هذه المسألة، فقد يرى القانون أن يتم ذلك بالتدريج، أن يكون اختيار القيادات المحلية الأقل من منصب المحافظ على أو بوسيلة الانتخاب، إلى أن يتم ذلك خلال عدة سنوات لأن يصل لمنصب المحافظ حتى يتم انتخابه أيضا. ولكن حتى هذه اللحظة فلن يتم انتخاب المحافظين، ولكن سيتم ذلك بالتعيين. وكما تعلم أن انتخاب المحافظين قد يثير جدلا، خاصة في المناطق الحدودية التي تحتاج محافظين قد يكونوا على خلفية عسكرية معينة نظرا لطبيعة هذه المحافظات الحدودية. هذا ما ذكره محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة ال50، وقال أن المجالس المحلية المنتخبة في المحافظات تم تحديد كوتا للمرأة والشباب بها بنسبة 50%، 25% للشباب و25% للمرأة، على أن يتم تخصيص نسبة من نسبة ال50% للإخوة الأقباط يكونوا في نسبة الشباب والمرأة، تمثل تمثيل عادل في الكوتا المخصصة بنسبة 50% للشباب والمرأة. هذا ما جاء في مسألة دعم اللامركزية والإدارة المحلية. بخصوص ما جاء في المؤتمر الصحفي، فقد انتهت لجنة ال50 من حوالي 85% من الدستور. لم يتبقى في النصوص الدستورية التي تناقش حاليا سوى باب السلطة القضائية والمواد المتعلقة بالقوات المسلحة. محمد سلماوي أكد أن هناك اتفاق داخل لجنة ال50 على أنه بالنسبة لمواد القوات المسلحة هناك اتفاق عام على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات استثنائية ضئيلة جدا، وقد يتم الأخذ بهذا المبدأ على أن يتم تحديد ما هي الحالات الاستثنائية التي قد يحاكم فيها المدني أمام القضاء العسكري. هذا تحديدا ما تم تناوله خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي لم يكن به الكثير من الجديد إلا النفي الخاص بأن يكون تولي منصب المحافظ هو بالانتخاب، ولكن قال أنه ستكون هذه المسألة هي بالتدريج وليست مرة واحدة بانتخاب المحافظ. وأكد أن النص الذي تم وضعه أتاح للقانون تنظيم دعم اللامركزية في هذا الأمر. شكرا جزيلا أحمد وجيه موفد التلفزيون المصري إلى اجتماعات مجلس الشورى. نظم أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة النقابية للعاملين بالجهاز وقفة احتجاجية للمطالبة باستقلالية الجهاز في الدستور الجديد بوصفه جهاز رقابي على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وطالب المشاركون في الوقفة بتعيين رئيس للجهاز طبقا لآلية تعيين النائب العام، ولكن عن طريق المجلس الأعلى للجهاز المركزي للمحاسبات. استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات استقلالية كاملة. الاستقلالية، الحيادية، النزاهة، الموضوعية، بعيدا عن الانتماءات السياسية، هذه هي رسالة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في وقفتهم. فلن يستقيم دور الجهاز في حماية أموال الدولة ومكافحة الفساد إذا كان رئيسه يعين من قبل السلطة التنفيذية ويحسب عليها على حد قولهم. وبالتالي كانت الرسالة موجهة للجنة ال50 بتوفير ظهير دستوري للجهاز. عندنا برضو مجلس الأعلى في الجهاز أن هو يرشح 3 من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أو أن يكون من بينهم شخصية عامة. احنا فاتحين عقولنا على هذا المقترح، وأن يعرض بانتخاب سري مباشر من مجلس الشعب، فأن يكون مجلس الشعب ليس له